السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم النهاردة معنا فيديو جديد. شايفين بقى العظمة دي عندنا معمر مختلف عن أي معمر تاني بنعمله. بس كالعادة يا ريت قبل ما نبدأ الفيديو اللي معملش اشتراك في القناة يعمل وفعل الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. أولا نسمي بسم الله. احنا هنعمل هنا معمر مكرونة، حاجة مختلفة بقى، مش رز، مكرونة هنعملها معمر بطريقتين، يعني حلو وحادق. قولوا لي بقى انتوا عندكم بتعملوا المكرونه ازاي، حلو ولا حادق؟ دي من الاكلات الفلاحي الاصليه. بيعملوا المكرونه معمر زي الرز بالظبط، نفس خطوات الرز بس بالمكرونه. اولا هنسلق المكرونه نص سلقه. انا هحط هنا ميه تغلي على النار، هحط مكرونه لام تاخد يعني حاجة بسيطة يدوب، بس كده ايه يدوب يعني المية يعني تاخد نص غلوة كده، مش كتير. هحط لها معلقة زيت ومعلقتين ملح وهصفيها ومش هغسلها، هصفيها على طول في المصفى ومش هغسلها، هجيبها على طول كده. بعد ما صفيتها معايا الطواجن اللي هشتغل فيها، ممكن صينية، ممكن اي حاجة بتخش الفرن عادي خالص، اي حاجة. بس انا قلت هنا علشان احنا هنعمل حاجة اكلة فلاحي فهنعملها في الطاجن كده، علشان ايه؟ تبقى شكلها حلو ونفسها حلو كمان. الطاجن احنا عارفين بيعمل ايه، مكرونة جميلة. انا هعمل هنا واحد حلو وواحد حادق، فانا هحط كده المكرونة المقدار اللي احنا عاملينه في الطاجن، يعني مقدار الطاجن معانا هملاه كده مكرونة زي ما احنا شايفين. زي ما قلت لكم انا ما غسلتهاش، حطيتها على طول. المكرونه اللي فاضت انا هعملها في صينيه تانية يعني، بس انا ايه هوريكم كده الخطوات. مش عايزه اطول عليكم يعني، فهوريكم كده الخطوات. الطاجن اللي هعمله بالسكر حطيت له السكر بقى بالمقدار اللي احنا عايزينه. انا حطيت هنا كوباية سكر كبيرة علشان ايه؟ طعم المكرونة المسكر يبقى باين اكتر، لان المكرونة بتاخد سكر زيادة شوية، مش يعني ايه، فبتحتاج طعم السكر يبقى باين فيها. فانا حطيت هنا كوباية ايه، كوباية حلوة يعني مليانة سكر. وحطيت للي هي الحادقة معلقة ملح، يبقى انا كده حطيت للي هي عليها سكر كوباية سكر، واللي بملح معلقة ملح. وحطيت بقى ايه سنة ملح للي ليها سكر، للي عليها سكر، وحوالي نص معلقة سكر للي عليها ملح، علشان ايه؟ تعدل معايا الطعم. وهحط بقى ايه معلقة سمنة بلدي حلوة كده لكل طاجن، معلقة سمنة حلوة، وهقلب السمنة في المكرونة علشان تتشرب معايا بقى لبن بلدي حلو كده. اهم حاجة المعمر بتاعنا يكون لبن بلدي حلو كده، علشان ايه؟ يتطعم معايا. برضو محطيت معلقة قشطة حلوة برضو، علشان احنا طبعا حاجة عاملينها معمر يبقى لازم معانا سمنة بلدي وقشطة بلدي علشان تدينا طعم حلو ونتيجة محترمة كده للمعمر معانا. يبقى انا حطيت معلقه سمنه بلدي حلوه ومعلقه قشطه، وقلبت كل المكونات كلها في بعضها، وحطيت اللبن بالمقدار اللي احنا شايفينه كده يدوب مغطي المكرونه. واحط بقى معلقه قشطه ايه على كل وش طاجن كده، وهدخلهم بقى الفرن مولع من فوق ومن تحت. دي الصينيه التانية اللي هي المكرونه اللي فاضت، ودي اللي هي بسكر. شايفين دخلت الفرن بقى وطلعت زي ما احنا شايفين كده، حاجة تحفة خطيرة. اللي هي طبعا اللي بيحب بسكر، هم الولاد عندي مش بيفضلوا قوي اللي هي بسكر، بيفضلوا اللي هي بملح، متعودين عليها. عايزة اقول لكم طعمها تحفة، اللي هي بملح دي جميلة طعمها تحفة. بتتقدم بقى بالشكل اللي احنا شايفينه كده، جميلة ما شاء الله. ودي المكرونة اللي فاتت عملتها في الصينية الصغيرة ديت. عايزة اقول لكم طعمها تحفة. جربوا بقى المكرونة بالطريقة دي وقولوا لي ايه رأيكم. وقولوا لي هل بتعملوا المكرونة مسكرة ولا مالحة. ولو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوناش بقى في لايك وشير ودعوة حلوة كده. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.